السلام عليكم، مرحبا بكم. دونك فوالا كان ماتش جو كروا صعيب مع زوز فرق. قدرنا نسجلوا هدف ودخلنا في الميطان وحنا رابحين. مالوروزمون كانت الورقه الحمراء اللي اثرت علينا شويه. هذه المره الثانيه ناخذوا ورقه حمراء بكري في وقت معناها بكري. اون بلوس مالوروزمون قبلنا بيوت وحنا نلعبوا اويت، يعني ابار الورقه الحمراء انا بين جور بليسي بريسك بوندون 30 سكوند ولا اكثر. تمنينا لو كان الادفرسير خرج الكره، ولكن كملوا يلعبوا حقهم، انا ما نلومش عليهم. وقبلنا البيت وحنا ديسكونترويت. بعد حتى لي شونجمون اللي عملناهم كنا حابين انه نطمعوا في الماتش ونربحوا. عملنا دي شونجمون اوفونسيف، حاولنا نمشوا لقدام وناخذوا لا بروفوندور اللي دوزيام بال ولا لي بالاريتي. على كل مباراة كانت قوية وصعيبة على زوج فرق، وفرحان باللاعبين اللي كانوا قاتلوا اخر ثانية في المباراة. اليوم خدينا نقطة من اختراع صعيب وادفير صعيب محترم بصراحة. جو فيليسيت لي جوار وان شاء الله نكملوا بالديناميك ان شاء الله. السؤال الاول سمعان، ماذا تاثير التعادل ديال اليوم؟ لانه الفريق البركاني عنده 7 مباريات 7 انتصارات، التاثير ديال هذه النقطه اليوم على مثل اللاعبين، وخصوصا انا مقبل يوم الاحد انا تاثير ايجابي جدا. تاثير ايجابي جدا، نجم يكون كان ايجابي بالروندمون والقتاليه هذه. احنا فرحانين بالجوار بتاعنا وبالامبيونس اللي عندنا وبالإيتا ديسبري الموجود. شو باش يكون التاثير حسب رايك؟ لا اليوم الفريق البركاني 7 انتصارات متواليه الحمد لله. اليوم الشامبيونات فيها ربح وفيها تعادل وفيها خساره. مش فريق اللي لعبنا ضده فريق لعبنا نافسين ب10 وما شكيناش. نقبلوا قرارات الحكم ونصدق ونحاولوا نصلحوا من غلطنا ونحاولوا نشوفوا شنو ناقصنا باش نصلحوا ونحاولوا نطوروا الفريق بتاعنا. وهذاك السؤال الثاني تفضل. كوتش، بركان في الصدارة، كيف ترى نهاية الموسم؟ كيف تتخيل نهاية الموسم؟ حتى نخيل الماتش الجاي، يعني نخيل نهاية الموسم. احنا عندنا كالندري شارجي. اليوم كملنا الماتش هذا اكيد باش نصلحوا اللي لازم يتصلح ونبنيو على النقاط الايجابيه، ونفكروا في الاسبوع الجاي عندنا مباراه وجاينا معناها ايوا. حتى الفازالي ما فاتش مازال، حتى الفازالي ما فاتش. علاش نسبقوا في الاحداث حتى ربي يحيينا بخير ان شاء الله. الهدف ديالكم تيبقى الفوز بالبطوله كيما هدف الفرق الكل تنافس على البطوله. من النهضه البركانيه تتبع البطوله المغربيه. سؤال التنقل القادم جنوب افريقيا تنقل طويل، كيف تدبروا هذا المعطى السي مهند الشعباني، خصوصا انه الفريق شو عنده اليوم انتصر فريق اورلاندو بيراتس في الدوري الجنوب الافريقي. معطيات على هذا الفريق واش كتعرفوها، رغم انه الهدف المباراه الاولى امام اللاعب المالي جوج؟ اليوم راه كونفيرونس دو بريس بعد ماتش دفاع الحسن الجزائري غدوه راحه. نعم. وبعد ناخذ الستاف ونحلوا الفريق ونشوفوا الفريق. يعطيك الصحه على المعلومات اللي عطيتهم لنا، نستفادوا منهم ان شاء الله. انا ما كنتش نعرف اللي معناها يربحوا، دونك اكيد نحاولوا ندرسوا الفريق هذا جيدا. تعرفوا الفوتبول السود افريكان فوتبول سريع وفوتبول عنده المهارات والسرعه، سيستم الديبلاسمون صعيب. ان شاء الله ما ننساوش السنه اللي فاتت كان عندنا سيخوخون في الفاز البول، وداير كان اول ماتش كوب دافريك بالنسبه لي اون ديبلاسمون غادي. ان شاء الله نبغى جيري الماتش كونفينابلمون، وان شاء الله نجيبوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. شكرا كوتش.